لا جديد يقدم ولا قديم يعاد. اوبنهايمر كان هو الفائز الأبرز امبارح، فبخلاف جايزتين الفيلم والإخراج فهو قدر يكسب جايزة التصوير والمونتاج والموسيقى التصويرية، نضيف عليهم جايزتين التمثيل. وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى إن جايزة التمثيل الرئيسية تروح للمخضرم بول جياماتي، لكني مقدرش أنكر إن كيليان ميرفي استحقها برضه، فالراجل كان رمانة الميزان، وهو كان نقطة قوة كبيرة يمكن أكبر من روبرت داوني جونيور نفسه. وخسارة جياماتي أحبطتني شويتين تلاتة، والحث وشرحه بالنسبة للجائزة النسائية يمكن كانت المنافسة شدت شوية في المراحل الأخيرة بين إيما ستون وليلي جلادستون لحد ما تم حسمها للأولى، فهي تستحقها بالتأكيد. ولو إني شايف إن بطلة فيلم سكورسيزي قدمت شيء عظيم جدا، وهي اللي شالت الفيلم تقريبا عن 2 أقل ما يقال عنهم أيقونات سينمائية ماشية على الأرض. الفيلم اللي كان خيبة أمل كبيرة جدا لكل من يهتم بالسينما في العالم، فتكون النتيجة أن يخرج من المولد بلا حمص، فكانت جلادستون هي الأمل الوحيد لعملاق الإخراج. عشان كده بعد ما الحفلة خلصت شفناه بيواسيها. وإذا كان اوبنهايمر كسب 7 جوائز، ففيلم بور سينجز قدر يخرج من الليلة دي ب4 جوائز، وبالأخص جوائز التصميم، الديكور والملابس والمكياج، بجانب طبعا جايزة إيما ستون. يجي بعد منه الفيلم اللي ما كنتش حابه أصلا برصيد جايزتين، منهم جايزة غير مستحقة بالمرة وهي جايزة الفيلم الأجنبي، والأخرى فكانت جايزة تقنية وهي جايزة الصوت، ونقدر نقول إنه كان الإنجاز الوحيد اللي في الفيلم. بعد كده بتيجي أفلام الجايزة الواحدة زي هولدوفرز وجايزة التمثيل المساعد دور نسائي، باربي وجايزة الأغنية لبيلي آيليش، أمريكان فيكشن وجايزة النص المقتبس، وأخيرا الفيلم الفرنساوي الرائع أناتومي أوف فول اللي كسب جايزة النص الأصلي. ومن خلال اللي شفناه امبارح نقدر نقول إن أغلب الجوائز كانت عادلة جدا، ولم تحمل أي مفاجأة من أي نوع. الكل روح مبسوط وسعيد بالنتائج، انفض المولد الأوسكاري بسلام على أمل اللقاء السنة الجاية. أما بالنسبة لنا احنا فسخرية القدر تخلي ليلة الأوسكار هي ليلة بداية موسم من المسلسلات، فندخل احنا في موال مولد تاني مدته 30 يوم بحالهم مع أكتر من 30 مسلسل، ولكنها بالتأكيد قصة أخرى. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وآسف على الإطالة. All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say look what they did then, rather look what we do now. Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. How do we resist